السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. بعد هاد الغيبه الطويله انا عارفه، ولكن نبداو سلسله اخرى ان شاء الله ديال الفيديوهات. اليوم ان شاء الله غادي نديرو بحلاوه نزولا عن طلب العديد منكم، لانه كاين اللي تجي صعيبه فيتبعوا معايا التفاصيل. فهو الفيديو مفصل جدا، فاذا تبعتوه غادي تبان لكم انها سهله وما صعيباش. فاول حاجه كنبداو بها هي العسل، فتنوجدوا العسل قبل على باش يعقد ويتقال مع راساتو. فبالنسبه للعسل تنحتاج 2 كيلو ديال السكر، معهم إيتر وربع ديال الماء، نص حامضه مقطعه شرائح، وعويدات ديال القرفه. فهادشي اللي فيه صافي، ما فيه شي حاجه اخرى. فتنوضعوه في الكوكوت، ما تنسدوش عليه، تنديرو على عافيه مهيله. من تيبدا يغلى تنمهل العافيه وتنخليه من ساعه وربع حتى لساعه ونص يكون واجد. فساهل، اسهل منه ما كاينش. بالنسبه للعجينه تنحتاج هنايا الطحين، هنايا غير الفورس بوحدو، مليحه، الزبده واحد 2 معالق كبار، هنايا ماشي دايبه ولكن غير تكون هكا طريه كما تتشوفوا، نص كاس ديال ماء زهر، الماء عادي، الماء ديال الروبيني، ما يكون لا دافي لا حتى شي حاجه. هنايا تندوز باش نخلط العجينه ديالي، فتندير الطحين، تنضيف ليه واحد القبيصه ديال الملحه، تنضيف الزبده. يعني الزبده تكون طريه باش تجي سهله انها تخلط مع الطحين. فكما تتشوفوا تنخلطها هي الاولى، نبسبسها شويه مع الطحين، عاد نزيد العناصر الاخرى. من الاحسن هنا ما ندوبهاش لانه باش تبقى جامعه ليا العجينه. انا تنحاول ندخلها مزيان في داك الطحين. تنزيد هنايا نص كاس ديال ماء زهر والماء. فما زهر يمكن لكم ديروا كتر، كاين اللي تيعجنها غير بما زهر بوحدو، فانا تنفضل هنا ندير غير شويه وتنكمل بالماء عادي. فانا هاد المقادير تقريبا داو ليا 2 كيسان ديال الماء، لان عندي العجينه كثيره كما غتشوفوا، لان الطاوه اللي غتكون عندي كبيره. نتوما ديروا قياسكم، الا عندكم طاوه صغيره فتديروا قياس الطاوه اللي عندكم. غير هنا حاولوا ما تجريوهاش، خليوها شويه واقفه باش ما تعذبناش في الطراق ديالها. فكما تتشوفوا تتجي على هذا الشكل هذا. بعد ما تنجمعها فتنحطها هنا في اناء، تندير عليها السلوفان، تندهنها هنا بشويه ديال الزبده وندير عليها السلوفان ونخليها في الثلاجه. فباش ما خليتوها ترتاح تطلق تعطي نتيجه احسن. في هذا الاثناء انا تندوز نحضر كاوكاو، كما تشوفوا هنا معايا كاوكاو محمر. فهنا حمرته في الفران باش تيجي محمر بطريقه واحده بشكل واحد، ماشي بحال المقله. هنا تنحمرو مزيان باش تيجي هكا، ما يجيش خضر، ما يجيش ني كما تنقولوا، تيجي طايب ومحمر وزوين. وتنفسخو على هذه الطريقه، تتشوفوا هنايا معايا كيفاش داير. وتندوز نطحنو، يعني من الاحسن نطحنو مزيان، فماشي لدرجه يولي عجينه، ولكن تنطحنو باش ما يبقاش طريفات غلاد بزاف. فتيجي على هذا الشكل كما تتشوفوا، فهو مطحون وفي نفس الوقت بقاو فيه شي حاجه اللي هكا تيبقى كروكون، ما تيكونش كاع عجينه. وتندوز هنايا نوجد العجينه ديالي اللي كانت تلقات، باش تنوجد الطبقه الاولى اللي تندير في الطاوه اللي عليها غادي ندير الحشوه. فهنا في الطراق تنستعن بمايزينا، فاحسن ديروا مايزينا، فهي احسن من الطحين لانها تتنشف، ما تتخليش العجينه تلصق بزاف.
وفي نفس الوقت تتساعد على الطراق، فتتجي مرقه مع هذيك الزبده اللي درنا في العجينه والمايزينا، فتتخليها مرقه، تتجي مرقه ومقرمله. فتندهن هنايا الطاوه بشويه ديال الزبده، واخا هي العجينه فيها الزبده ولكن تنزيد ندهنها زياده في الامان انها ما تلصقش. وبعد ما ورقت العجينه الاولى فتنديرها في الطاوه بحال هكا. فمن طبيعه الحال انا عندي الطاوه كبيره فتندير طرف بطرف، فتنديرو طرف بطرف شويه بشويه حتى تنكملو الطاوه كامله كما غادي تشوفوا. فهنا درت النص الاول، تنعاود نزيد النص الثاني باش نغطي الطاوه كامله. فهنايا بالنسبه للناس اللي طلبوا الطريقه ديال الطرق فكما تشوفوا، فهنايا العجينه عطات الطوع بعد ما ولات رطبه، فتنحاول ندير مزيان مايزينا، فرشو مزيان مايزينا باش هكا ما تلصقش. فخليت لكم الفيديو هنا مفصل بزاف لانه الناس خصوصا تجيهم صعيب هو العجينه ماشي العقده. فالعجينه هنايا اللي كاين اللي ما تيزعمش عليها انه يدير بها حلاوه. فمن بعد هذا الفيديو ان شاء الله كل شيء غادي يديرها وتردوا عليا. فهي سهله ماشي شي حاجه، فيها شويه الخدمه ولكن ماشي شي حاجه صعيبه. فهنا كما شفتوا درت الطرف الثاني. غادي ندهن هاد العجينه بشويه ديال الزبده ونزيد فوق منها طبقه اخرى من العجينه، فما غاديش تجي غليظه كما غتشوفوا لانه من بعد تطيب تتجي مرقه لانني تندهنها بالزبده. وكما شفتوا العجينه تطرق بمايزينا فتتجي مرقه وهشيشه، فما تخافوش منها نهائيا. وفي نفس الوقت هاد الطبقه الثانيه تتغطي ليا كاع العيوب اللي جات في العجينه في الطبقه الاولى. فهكا تنزيد هاد الطبقه الثانيه تكون حتى هي رقيقه باش هكا تنضمن ان الطاوه كلها هي تغلفات بالعجينه. فهي حاولوا تورقوها مزيان تجي رقيقه ما تبقاش غليظه. فهكا كما تشوفوا تنطوي العجينه على جوج بعد ما تنكون رشيتها مزيان مايزينا باش ترقق مزيان وتنحلها من بعد كما تشوفوا. فهي تتبغي غير شويه الخاطر وتتعطينا الطوع. فحتى هاد الطبقه الثانيه تنحاول نديرها شويه بشويه طريف بطريف حتى تنغطي الطاوه كامله. هنايا تنغطي هذاك الطريف اللي بقى ليا، وهنا كما تشوفوا الطاوه مغطيه كامله. انا تنحيد هذوك الزائد ديال العجينه اللي تتبقى في الجناب ديال الطاوه.
وندوزو باش نوجدو الحشوه ديالنا. بالنسبه للحشوه عندي كاوكاو اللي محمر ومطحون، عندي هنايا قياس واحد زلافه ديال الزنجلان حتى هو محمر شويه ومطحون، زلافه ديال سكر كلاصي، 2 معالق كبار ديال القرفه. هنايا عندي مليحه، شويه ديال المسكه حره مطحونه مع شويه ديال سنيده اولا السكر، وشويه ديال الكوزه محكوكه، والزبده مذوبه اللي تتولي على شكل نوازيط هكا، وشويه ديال المزهر. فتنبدا هنايا نخلط المقادير، فتندير المقادير الناشفه هي الاولى. فهنايا درت كاوكاو وضفت عليه هذاك الزنجدان تيعطيه حتى هو واحد البنه زوينه، وتنضيف هذيك المليحه مع المسكه حره مع شويه ديال الكوزه، فهي شويه ما نكتروش، مع القرفه مع سكر كلاصي، وتنخلط المواد الناشفه كامله مزيان مزيان كما تشوفوا. فتنحاول نخلطها مزيان تتنسجم. عاد تنضيف الزبده. فالزبده كما تشوفوا هنايا لازم تكون محيد من هذاك الحليب اللي تيكون فيها اولا اللبن، تكون نوازيط. وتندير هنايا واحد نص كاس ديال المزهر، وتنحاول نعجن مزيان هذاك الخليط. فما تنكتروش الزبده بزاف، فهذيك الزلافه اللي درت كافيه. علما انه عندي هنايا 3 كيلو تقريبا ديال الخليط، فانتوما تديروا على حسب الكميه اللي عندكم. وتندوزو باش نحطوا هذاك الخليط ديالنا في الطاوه. تنحاولوا غير بشويه لانه باش ما نفسدوش العجينه اللي حطينا في الاول. تنحاولوا نوزعوا الخليط كامل على الطاوه بطريقه متساويه قبل ما نسويه ولا نقرصوه هكا بيدينا. تنحاولوا نوزعوه تجي في الطاوه كامل بحال بحال باش يجينا نفس السمك، ما تجيش بلاصه غليظه وبلاصه رقيقه. وتنبدا هنايا نقرص كما تشوفوا بصباعي باش هذيك الحشوه تتشد بلاصتها وما تجيناش بحلاوه مشتته. فبعد ما تنكون قرصت هكا بصباعي تنستعين بشي آلة بحال هكا، بحال عندي انا هنايا تندير هذه ديال الطابع ديال الحرشه، وتنحاول نبسط بها باش تبسطوا القناه مزيان وتتبسط كامله مزيان، باش حتى ملي ندير عليها الطبقه الاخرى ديال العجينه تجي مستويه، ما تجيش بلاصه طالعه بلاصه هابطه. وهنايا بنفس الطريقه اللي درنا بها العجينه الاولى تنديروا هنايا الطبقه الثانيه. فتنورقها مزيان وتنديرها فوق الطاوه كامله تتغطي هذيك الحشوه. نعاود ندهنها بشويه ديال الزبده وندير الطبقه الثانيه. فهنا واخا يبانوا لكم 2 طبقات فهي نهائيا ما تجيش غليظه، فتجي رقيقه لان هنايا العجينه مرقه مزيان وفيها الزبده كما سبق قلت لكم، وفيها هذاك النشا باش مرقه فتجي مقرمله وهشيشه. هنا تنحاول نغطي كاع الاماكن اللي بقات تتبان لي رقيقه او لا ما وصلهاش العجينه، فتنحاولوا نقادوها باش تجينا الطاوه كامله مقاده بطريقه واحده. وتندوزو باش نقطعوها. هنايا تتقطعوا على حساب القياس اللي بغيتوها صغيره او لا كبيره. وتنبتوها بحال هكا باللوز كما تشوفون اللي مفسوخ ومنقي. فمن الاحسن هنايا تنديروه ما مقليش لانه الا تقلى فتيتحرق مع الطياب ديال الفران تيزيد يتحمر، وهذا الشيء حنا اللي ما بغيناش. هنا بعد ما كملنا التنبات ديالها باللوز تنصيفطوها للفران.
ولكن من بعد هاد التعب كامل تيجي مول الفران تيشوطها، فهنا يجي اللوز شويه محروق، ولكن معليش فهي ما محروقاش على الاقل. فاللوز جا تشوط شويه، ولكن طيابها هي جات زوينه الصراحه. فمباشره بعد ما تخرج من الفران تنسقيوها بالعسل وتنخليوها فيه ليله كامله تتشرب مزيان، ما تنحيدوهاش في ساعه. هنايا بالنسبه عندي انا طاوه اخرى بحالها، فتنشد واحد شويه ديال العجينه تندير فيها الكاكاو وتنقطعها هكا بهاد لوريضه نجيمات صغار، وتنزوق بها هذيك بحلاوه من الفوق. فها هي كما تشوفوا هذوك النجيمات، فقبل ما نحطهم تندهن هذيك البليصه فين غنحطهم تندهنها بياض البيض باش تثبت في بلاصتها، ما تتنضش من بلاصتها مع الطياب. فهنايا تتبقى ثابته في بلاصتها من تندير لها بياض البيض. ومن بعد تندير اللوز كما العادي، اللوزه في الوسط، فحتى هذه تيجي منظر زوين هكا. وكما الطاوه الاخرى فتنصفتوها للفران، ومباشره بعد ما تخرج من الفران سخونه تنخبوا عليها العسل اللي يكون من الاحسن يكون بارد باش هكا تتشربوا مزيان. فكما تشوفوا فجات تبارك الله جات زوينه. فهي تبارك الله بعد ما طابت وبات ليله كامله تشربت داك العسل مزيان. فهذا علاش خصنا داك العسل يكون ثقيل شويه مع الطاوه تكون سخونه، فمن الاحسن يكون ثقيل شويه ما يكونش خفيف. هي تبارك الله كما تشوفوا هذه اللي درنا فيها الوريضه، فجات واحد المنظر جا فيها زوين. وكما تشوفوا معايا فالعجينه جات رقيقه ما جاتش غليظه نهائيا، رغم انه ذوبلنا العجينه في الاول وفي التالي، فتتجي رقيقه ومقرمله وهشيشه. فتنتمنى تجربوها وما تبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم الزوينين، واللي ما اشترك نتمنى يشترك، ما تبخلوش عليا باشتراككم. وتنذكركم تفعلوا الجرس، لانه الناس اللي ما توصلهمش لي فيديو جداد تنتمنى تفعلوا الجرس باش هكا يوصلكم لي فيديو جداد. فتنشكركم مره اخرى على الدعم ديالكم وعلى التشجيع ديالكم والتعاليق ديالكم الزوينين كما العاده، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.